السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم بستيلة ديال الحوت اللي كتجي رائعة بزاف بزاف وسهلة وبمكونات اللي هي اقتصادية وسهلة دغيا غادي توجدوها. كتجي بنينة بزاف. هنا كما شفتوا معايا في مقيلة عملت شوية ديال الزيت ديال الزيتون وواحد جوج بصيلات يعني متوسطين، كذلك اللي حكيت واحد 3 ديال الدروسه ديال الثومه. هنا غادي نضيف صدر ديال الدجاج. في الا كان عندكم الهبره ديال السمك تقدروا تضيفوها في بلاصه ديال الدجاج، فالدجاج كتجي اقتصاديه افضل، كتجي حتى في المذاق زوين بزاف. هنا كما شفتوا ضفت الخليط بين القزبر والمعدنوس، وحنا كنشحروا الكل جيدا مع التحراك. هنا بالنسبة للنار المتوسطة. هنا ضفت كذلك الفلفل الأحمر اللي طحنته شوية يعني ولا قطعوه طريفات صغار. هاد الخدمة كتجي سهلة، كديروا كل شيء المكونات يعني في مقيلة وحدة، ما كتبقاوش تشحروا كل حاجة بوحدها. هنا غادي نضيف بالنسبة للتوابل مليحة وكذلك سكينجبير والخرقوم وتوابل ديال الحوت اولا ديال السمك وشويه ديال الابزار. كذلك غادي نضيف تحميره اولا الفلفل الاحمر وغادي نحرك الكل جيدا. هنا غادي نضيف الكالامار وغادي نحرك الكل جيدا. من بعد ما كيطيب لي ديك الكالامار وكنضيف الكروفيت، الكميه على حسب الرغبه ديالكم. صافي كتبقاو تحركوا مزيان المكونات ديالنا حتى ديك الكروفيت كيطيب لنا، راه كيطيب غير بديك الحراره، راه دغيا زعما كيطيب كيتصهد، كياخذش بزاف ديال الوقت. داكشي علاش كنخليوه حتى للاخير. هنا ضفت الصلصه ديال الصوجا، ضيفوا ملعقه كبيره، كتعطي واحد المذاق اسيوي، كتجي بزاف مع الحوت. غادي نحركوا الكل جيدا بهذه الطريقه هذه. وفي الاخير غادي نضيف الصينيه يعني الشعريه الصينيه ديال الارز. انا كنستعمل ديال الارز اللي غادي نفزكها في الماء سخون واحد 5 ديال الدقائق وكتقطعوها كتحيدوا من هذه، كتصفيوها من الماء وكتقطعوها مزيان. صافي كنضيفوها الحشوه ديالنا وكنخلطوا جيدا، كنطفيو النار. وهنا في هذه المرحله تقدروا تضيفوا الكورنيشو اللي غادي تحكوه، الزيتون الاخضر، كذلك المصير. انا بالنسبه لي غادي نحك حامضه، نص حامضه، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. كذلك غادي نحك فخوماج الاحمر، كيعطي واحد المذاق زوين. خديت المول ديال الكيك العادي اللي غادي ندير فيه البسطيله ديالي باش تجيني معاوطه وتجيني سهله حتى في الخدمه اللي كيتحل من الجوانب. بالنسبه ليا كنخدم بورقه ديال الفيلو، نتوما خدموا بالورقه اللي بغيتو. فالورقه ديال الفيلو هي اللي كتكون مواجده يعني طول العام، متوفره في السوبر مارشيات، ماشي بحال الورقه ديال البسطيله ما كتلقاهاش بزاف حتى كيقرب رمضان عاد كتلقاها، يعني حتى كيكون رمضان كتلقاها متوفره. صافي بالنسبه ليا فخدمت بورقه ديال الفيلو اللي كندهنها بالزيت وبالزبده، واخا تقطع لكم ما تخافوش منها، راه كتلصق، غير خاصكم ديروا وحده فوق وحده بهذه الطريقه كما موضح في الفيديو. طريقه جيد سهله. نتوما كديروا الورقه كدهنوا، ضروري تدهنوا، هاد الورقه كتحتاج الدهين.
نفرش الطبقات الكافيه، كنحط الحشوه ديالي كامله بهذه الطريقه هذه. الحشوه كتجي غزاله، كتجي معلكه، كتجي رائعه بزاف بزاف. هنا تقدروا ديروا حتى لاصوص بيشاميل من الفوق، يعني كديروا هاد الوصفه هذه. دابا نصوبها معكم ان شاء الله في فيديو القادم. كديروا بسطيله بهذه الطريقه هذه، نفس الحشوه، وكتزيدوا عليها الصوص بيشاميل من الفوق. كتجي رائعه بزاف بزاف، وكتعطي واحد المذاق رائع، واحد التعليكه رائعه للبسطيله، وكتجي مختلفه. صافي، من بعد كنغطيو البسطيله ديالنا، الحشوه ديالنا بالورقه بهذه الطريقه، وحنا كندهنوا. حتى كنقادوا ليها الوجه مزيان بهذه الطريقه. راهي كما قلت لكم راه كتلصق في الفينيسيو ديالها، كتجي غزاله، وفي المنظر كتجي رائعه بزاف ملي كطيب. بعد ما كنقادوا الوجه ديال البسطيله ديالنا بهذه الطريقه، وكندهنوها بالزيت والزبده، وكندخلوها للفران اللي كيكون على 200 درجه. كنطيبوها من الاسفل هو الاول، عاد كنشعلوا عليها من الفوق يحديو معها باش ما تحرقش. وبالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، كل واحد كيفاش كيبغي يزين الحاجه. انا زينتو شويه ديال الفخوماج من الجوانب، وشويه ديال الكروفيت، وكذلك القطع ديال الحامض. والتزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب داكشي اللي متوفر. كتجي البسطيله رائعه بزاف. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. فإلا عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك والكومونتيرات ديالكم اللي كيفرحوني بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله.